السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالي. الوصفة ديال اليوم غادي نشارك معكم وصفة طبيعية لعلاج تساقط الشعر، ملء الفراغات، تطويل الشعر، ووصفة سهلة بمكونات بسيطة. كأول مكون غادي نحتاجوه في هذه الوصفة هذه وهو اليازير أو إكليل الجبل اللي كيحفز لنا النمو ديال الشعر، أيضا كيكافح لنا التساقط حيث فيه مضادات أكسدة اللي كتقلل لنا من التساقط ديال الشعر، أيضا كيعالج لنا القشرة، كيعطي واحد اللمعة طبيعية للشعر. غادي نضيفوا ايضا ملعقه كبيره من الحب السوداء او السانوج اللي كيقوي لنا الجذور، كيحارب لنا التساقط ديال الشعر، كيرطب وكيغذي، كيحفز النمو ديال الشعر. يعني الدور ديالو ضروري في هذه الوصفه هذه. غادي نحتاجوا القليل من القرنفل او المسمار اللي كيحفز لنا الدوره الدمويه، كيقوي لنا الشعر، ايضا كيعطي واحد الريحه زوينه بزاف للشعر. كآخر مكون غادي نحتاجو في الوصفه هذه وهو النعناع، سواء عندكم نعناع يابس او النعناع خضر عادي غادي ديروا في الوصفه هذه. فالدور ديالو انه كيحفز لنا النمو ديال الشعر، كينظف لنا الفروه ديال الراس، ايضا كيحارب التساقط، فهو يعني الفوائد ديالو زوينه بزاف. غادي نضيف كأس مملوء جيدا كبير من الماء على هاد المكونات هذه، وغادي نحركو جيدا. من بعد غادي نديرو فوق النار وغادي نخليه حتى يغلى ليا، حتى يطلقوا ليا دوك المكونات، يعني يطلقوا ليا دوك الفوائد ديالهم في داك الماء. من بعد غادي نغطيه باش دوك الزيوت الطياره بقاو ليا في الخليط ديالي. من بعد ما برد الخليط كما كتشوفوا معايا، غادي نصفيوه باش نتخلصوا من دوك الاعشاب اللي احنا اصلا ديجا خدينا الفوائد ديالو في داك الماء. غادي نصفيوه حتى ما يبقاوش لينا، يعني يبقى لنا الماء فقط. هاد الوصفه هذه غادي ديروها للشعر ديالكم بلا غسل، يعني يوميا غادي تستعملوها للشعر ديالكم، ما تحتاجوش انكم تغسلوا الشعر ديالكم. فهي زوينه بزاف، مع المداومه غتشوفوا نتيجه زوينه بزاف. كما كتشوفوا معايا من بعد ما صفيت الخليط ديالي، غادي نضيفوا في هذه المرحله هذه، غادي نضيفوه في واحد القنينه، يعني بخاخه رشاشه، غادي نضيفو وغادي نستعملو. كما قلت لكم الاستعمال غادي تستعملوه يوميا على الفروه ديال الشعر ديالكم مع حركات دائريه باش نحركوا الدوره الدمويه ديال الشعر ديالنا ونستافدوا من الفوائد ديال هاد المكونات هذه. غادي نديرو يوميا وغادي تشوفوا نتائج زوينه بزاف اللي غادي تعجبكم. وبهكا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. هاد الاعشاب الطبيعيه عندها قوه خارقه، والمهم هو الاستمراريه والصبر على النتائج. ما تنساوش تخلي لي تعليق وتقول لي شنو اكثر عشبه جربتيها ونفعتك، وما تنساوش تدعموا القناه بلايك وبارطاجيو الفيديو مع الناس اللي كيهمهم الموضوع. تهلاو ليا فراسكم والسلام عليكم.